انت اسمك ايه؟ أنا نديم شريف الملكي. ايه؟ اسمي نديم شريف الملكي. ومامتك فين؟ مامتي ماتت. طب يا حبيبي، انت كنت عايش فين ومع مين؟ في ناس أخدوني، وأول ما عرفوا إن أنا ابن شريف الملكي جابوني على هنا ومشي. الواد ده حد محفظه الكلام. اطلعي صحي لي يوسف. ماشي صحيح، هيعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. يا دي النايبه، الولد معاه شهاده ميلاد كمبيوتر باسم شريف. هنعمل ايه؟ انا ما اعرفش يا ماما اعمل ايه بصراحه، انا مش فاهمه حاجه اصلا. يوسف، جد يوسف، جد يوسف. يا حبيب قلبي جد، وحشتني. انت كمان. وحشتني قوي. انت تعرف الولد ده؟ ايوه طبعا اعرفه. ده قول معايا بس قول. أنا نديم يا جد، نسيتني ولا إيه؟ ايوه نديم. نديم ابن شريف. حبيبي انت وحشتني قوي. بقول لك انا عندي شغل في المكتب، ها؟ خليك هنا العب مع بابي ومامي وتيتا، وانا هخلص وارجع لك على طول. طب هو فين بابي أصلا يا جد؟ صحيح. هو فين شريف؟ هذا بقى غريب جدا. اتأخر جدا. احنا لازم نقفل على الخبر ده لحد ما نعرف الحقيقه. دي فضيحه، واحنا مش ناقصين فضايح. مش فارق معايا اي حاجه، كل اللي خايفه منه ان مريم تعرف. هذه المصيبه الكبيره. اوعي حد يقول لها حاجه. الواد ده لازم يقعد في اوضه فوق علشان الشغالين ما يسالوش مين ده. انا طالعه. تعالي طلعت حضن. تيجي نلعب؟ خلي يا ابني حد يشوف لي رقم المكنه دي ويشوف لي مين صاحبها. حد يستعجل لي حازم من الحجز. حاضر يا فندم. عرفت حازم ان امنيه اتقبض عليها؟ لا، ما شفتش حازم من امبارح، بس لو ما كنتش جيت النهارده كان لازم اقول له. النيابه عملتها قضيه وهتحضر معاه في نفس الجلسه. شاكر قال لي. ازيك يا بطل؟ طيب انا هروح اشوف اخر تطورات قضيه الملكه وارجع لكم تاني. اتفضل. ايه الاخبار يا يحيى؟ تمام. شاكر طمني وقال لي ان شاء الله هتاخد براءه من اول جلسه. هو مجهز كل حاجه. طمني على امنيه. انا خليت عمرو يكلمها لي كذا مره بس ما بتردش. انا خايف تكون تعبانه بسبب موت طنط نوال. امنيه كويسه الحمد لله. بس ايه يا يحيى، في ايه؟ امنيه اتقبض عليها حازم. ايه؟ اتقبض عليها ليه؟ هي عملت ايه؟ وانت ازاي تخليهم يعملوا حاجه زي كده؟ اللي كنا خايفين منه وحاولنا معاها اكتر من مره عشان تصارحنا بيه حصل يا حازم.